السردين المعلب بتاع المحلات بجد احلى منه وريحته تحفه. تعالوا نشوفوا عملناه الحلوه قوي ده ازاي. من ايه يا رب تكونوا بالف خير. طول ما في السردين في السوق انا مدمنه السردين الصراحه. اعمله مقلي ومخلل والسردين المعلب اللي بيتباع في المحلات بعمله كل الانواع. بصراحه بعشق قوي موسم السردين. الموسم بدأ خلاص. في سردين بتبقى موزه ما بيبقاش عليها القشره اللي هي الخارجيه اللي زي دي كده اللي هو زي السفه يعني، وفي اللي هي دي. الحقيقه انا عملت معاكم فيديو السردين قريب خللته. النهارده عايزه اخلله بالملح بس زي ما بجيبه من عند اي فسخاني، ما بقاش حاطط له لا شطه ولا كركم ولا بابريكا ولا الكلام ده خالص. الحقيقه نفسي اجربه بالطريقه دي فهجربه واقول لكم رايي فيه ايه بالظبط. وهعمل شويه كمان سردين زي السردين المعلب بس مش للخزين، للاكل حالا يعني نعمله وناكله على طول. اما لو تخزين بقى اكتبوا لي ان شاء الله في التعليقات وانا ممكن اعمل لكم ازاي تحفظوه وتعملوا كميه اكبر. خلاص كده. اول حاجه طبعا انا غسلته حطيته في التلاجة ساعتين 3 عشان نوفر يعني وقت. ساعتين 3 في التلاجة كده ينشف من المية تماما. هعمل ايه طبعا؟ جبت دلوقتي طبعا للتخليل، انا اصلا للمخلل او لاي حاجة بعملها مخلل لازم بجيب ملح خشن، بس المرة دي الملح مش خشن قوي، بس الملح اللي هو زي ده مش الملح الناعم من عند اي عطار. خلاص كده. هعمل في العلبة، انا هعمل نص الكمية دي، فهحط هنا في العلبة بتاعتي اللي هعمل فيها السردين هحط كده شوية من الملح، حبه حلوين يعني كده اهو بالشكل ده. وهرص بقى السردين كده عشان تاكلي احلى سردين وما يعملش ريحه كريهه في اي نوع سردين او في الفسيخ كمان لازم يكون ناشف كويس قوي من الميه. فالحقيقه ده ناشف خالص. رصيته بقى بالشكل ده كده وهنزل عليه بطبقه من الملح الخشن. ملح قد ايه؟ بصوا الصراحه زي ما انتم شايفين كده يعني مش هقدر احدد لكم الكميه قوي لان انا بغطي بالشكل ده كده يكون متغطي ما سيبش حاجه خالص طبعا. وهرص الرصه تاني يبقى العكس بقى، الرصه التانيه يبقى الديل عند الراس بالشكل ده كده كده. ومش هحط تاني الصراحه يعني رصتين بس لاني انا اول مره اعمله بالملح بس، مش هضحك عليكم يعني دايما كنا نحط بابريكا وشطه وكركم والحاجات دي. لا انا هحط، مش هعمل اكتر من كده الشويه دول بس وهداري كويس قوي بالملح. بجرب حاجه لاول مره ما بحبش اعمل منها كميه كبيره يعني الرصتين دول بس كفايه يعني تقريبا نص كيلو. طبعا مغطيه بقى في اي حته، بصوا مش سايبه ولا اي حته ما عليهاش ملح. هنزل بقى عليهم كده بشويه من الزيت يعني تقريبا زي 3 4 معالق زيت كده اهو عشان ما ينشفش طبعا. خلاص. الليمونه اللي انا هحطها دي مش عشان الطعم، عشان الريحه، لكن مش عشان الطعم خالص. هقطع بس شريحتين ليمونه كده اهو احطهم كده عشان ايه لو في اي ريحه الليمونه بتمتصها الحقيقه قوي ما بتعملش ريحه وحشه خالص للسردين. خلاص كده اهو. خلاص. كيس سندوتشات بقى وهغطي السردين بتاعي بالشكل ده كده عشان العلبه مش مليانه اهو. وهغطي العلبه بتاعتي كويس قوي وهحفظها اسبوع بالظبط وهنفتح عليها نشوف يعني بقى عامل ازاي. هل هيبقى سردين زي اللي بنجيبه من عند الفسخاني بالظبط ولا الموضوع بيبقى فيه بيحطوا اضافات تانية احنا ما نعرفهاش. خلاص كده السردين هنشيله على جنب وتعالوا بقى نعمل السردينه اللي هي المعلبه على جنب. وتعالوا نشوف المعلب ده هنعمل فيه ايه. هو مشطوف بالميه بس. هشيل بصوا بالشكل ده كده اهو. هنشيل الراس ونشيل اي حاجه جواه بالشكل ده كده اهو. وهشطفه تاني طبعا يعني. خلاص كده هنضف الكميه كلها وارجع لكم تاني. شفته بالشكل ده كده من جوه ورصيته في الطاسه اللي هسوي فيها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. عندي فلفل هالبينو صغير كده كان في الفريزر الحقيقه عشان كده لما مكرمش بحط كام قرن كده حسب الرغبه طبعا. الفلفل ده مش حراق بس براحتك انت لو عايزه تعملي بتحبي السردين سبايس. انا هحط شطه وكام شريحه من الليمون عشان ايه ريحه الزفاره. الحقيقه شريحه الليمون دي بتشيل الزفاره تماما. وعندي كده زي تقريبا يعني عود كرفس كده. خلاص. برده الكرفس ده كان في الفريزر. عايزه تستغني عن الكرفس براحتك بس برده بيدي طعم حلو قوي قوي للسردين. بس السردين المعلب عامه اللي بنجيبه من اي سوبر ماركت ما بيبقاش فيه كرفس، ممكن تستغني عنه لو ما انتش بتحبي الكرفس. ونحط كمان ورقتين لورا كده وهننزل عليهم برشه فلفل اسود حاجه بسيطه عشان ما يدمقوش اهو. وهننزل تقريبا بربع كوبايه من الخل
لازم خل على فكره، علشان خاطر الخل هو اللي بيخلي الشوكه السلسله اللي في النص ان هي تدوب تماما، خليش اصلا الشوكه اكنها من جزء من السردين. خلاص ربع فنجان تقريبا، وهننزل بربع فنجان برضو، فنجان القهوه كده من الزيت، وهنرش رشه بابريكا كده. معرفش البابريكا اليومين دول بصراحه في السوق يعني بتخلي اللون يبقى احمر قوي، معرفش حاطط لها لون ولا ايه، فخدوا بالكم من الموضوع ده. الا بقى لو انت ضامنه ان البابريكا يعني طبيعيه، لكن دي انا حاسه الصراحه شاكه فيها مش طبيعيه، لا لانها بتصبغ الحاجه قوي. وهنظبط الملح بتاعنا، رشه من الملح كده اهو. خلاص كده هنحط بقى ايه رشه من الشطه كده، وده طبعا حسب الرغبه، براحتك. اي حاجه في اللي انا حاطاه ده ممكن تشيليها او تزوديها براحتك خالص، بيرجع للذوق الواحد يعني. الشطه دي ممكن تستغنى عنها، البابريكا ممكن تستغنى عنها، الكرفس ممكن تستغنى عنه، اهم حاجه الزيت والخل. اما بعد كده ممكن تحط زيت وخل وملح بس، لو انت مش عايزه اي حاجه من الاضافات اللي احنا عايزاها. طيب هحط عليها كده تقريبا نص كوبايه ميه، مش كتير، انا عايزاها يا دوبك تستوي ما يبقاش وتتبخر شويه الميه، فمش هنزود عن نص كوبايه ميه بس، كفايه قوي كده. هنولع النار هنحط الطاسه على نار عاليه لمده الاول يعني يا دوبك تغلي، وبعد ما تغلي هنوطي النار قوي اكنك بتسوي رز شمعه. هنسيبها قد ايه؟ هنسيبه على النار ساعه تقريبا، بس على نار شمعه بعد الغليان. خلاص يعني هنحسب كله من اوله لاخره كده ساعه من قبل ما يغلي لحد ما نطفي عليه. حساس يعني لو قعد ساعه هيتهري، ده والله قعد ساعه على نار هاديه زي ما قلت لكم. طبعا لو السمك كبير بيقعد وقت اطول، يعني ممكن يقعد له ساعتين 3. طبعا لو عايزه تعملي كميه كبيره هتحتفظيه في برطمانات ازاز، وتقسمي الكميات دي على البرطمانات الازاز بالسوائل، وتحطيه في حمام ميه بيغلي لمده 3 ساعات كأنك بتعملي فول مدمس. خلاص كده ده للكميه الكبيره. عايزه اوريكم بس منظر السردينه، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده. بصوا السلسله دايبه، عايزه اوريكم ان السلسله موجوده اهي في النص اهي، بس عايزه اوريكم قد ايه هي دايبه. بصوا دايبه خالص. دايبه من ايه بقى؟ من الخل اللي احنا حطيناه، زي علب السردين اللي بنجيبها من بره بالظبط. بس مش عايزه اقول لكم بجد وحياه ربنا الريحه احلى بكتير، في الزفاره خالص. يعني علبه السردين لما بنفتحها ساعات بنلاقي فيها شويه زفاره كده. خلاص عملنا السردين المعلب اللي زي بتاع المحلات. تعالوا بقى نشوف السردين اللي متخلل بالملح بس. السردين بتاعنا بعد ما سبناه اسبوع بالظبط، اللي عاملينه بالملح بس زي بتاع الفسخانيه بالظبط. اما بروح اجيب سردين يبقى لونه بالشكل ده بالظبط. هنجربه ونقول راينا بمنتهى الصراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقه وانا بقطعه كده ماسك شويه. الاحمر اللي كنا عاملينه قبل كده اللي كنا حاطين عليه كركم وبابريكا كان طري عن ده، بس الريحه خطيره، ريحه حلوه قوي قوي قوي. بصوا الشكل، بصوا ما شاء الله. عايزه ادوقه بس عشان اقول لكم رايي بصراحه. الريحه والله العظيم تحفه، زي اللي بنجيبه بالظبط من عند اي فسخاني. هو الحقيقه مش طري قوي زي اللي احنا كنا عاملينه، والملح زياده فيه شويه، يعني ممكن لما نيجي نعمله المره الجايه ان شاء الله نخفف الملح شويه، لكن بصراحه يعني ما نرشش رشه كبيره كده، نحط رشه اقل شويه. بس طعمه حلو قوي قوي قوي. جربوه ان شاء الله يعجبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا ليكم، السلام عليكم.